بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني واخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده فيديو استثنائي كده حبيت اعمله بسرعة عشان اعرفكم يعني بحاجة حصلت معايا شخصية يعني، وطبعا من عنوان الفيديو بتاعه يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ان كان في حد من شهرين كده بيحاول يمكر بيا في حاجة معينة يعني. بس تعالوا شوفوا بقى حكمة ربنا، وان احنا يعني ساعات ربنا بيختار لنا حاجة او يحصل لنا حاجة حتى لو بسيطة ونزعل، وفي الاخر لما بتعرف السبب بتقول الحمد لله ان الايه ان الحاجة دي حصلت اصلا. فتعالوا مع بعض اجيب بس حمامة بسم الله. طبعا يا جماعة ده من غير ما نبص في الجناح خالص. بصوا ده حمام عليه كام؟ 7 ريشات. وانا طبعا هبعمل لكم فيديو بموضوع الريش ده بطريقه سهله خالص، من غير ما تنفخ ومن غير ما تعمل اي حاجه، تعرف الحمام عليها قد ايه. طيب نبدا بقى الفيديو بتاعنا بقصه بدات من شهرين. حد من ضمن الناس اللي متابعه القناه او على الفيس اتصل بيا وحجز مني حمام، اللي هو الحمام بتاع الاهالي بختم الشركه الفرنسيه، يعني اخوات دول يعني. انا مش عايز اقول لكم ان ده فرد زغلول من اللي هو كان هياخده القص ده، يعني ده الجوز اللي اتحجز من شهرين. هو دلوقتي لسه انا عدد لكم الريش عليه 7 ريشات. طيب ايه اللي حصل؟ ان بعد ما حجز، طبعا انا الاعداد عندي مش كبيره قوي، فعشان كده يعني ايه، عشان راضي كل الناس ما بديش لحد اعداد كبيره. يعني مثلا لو واحد حاجز 5 قصوص بديله 2 مثلا، اقول له كفايه 2. فالمهم حجزت له، هو شاب صغير يعني، و خلاص القص ده جهز. فكلمته بعد شهرين، كلمته ايوه جهز نفسك 10 ايام 15 يوم والقص يكون اعتمد اعتماد كلي. قال لي ماشي جاهز. فالمهم بعت لي فعلا فلوس القص، حول لي ثمنه اللي هو 2000 جنيه. احنا طبعا مش هقعد بقى اقول لكم اصل بعت فلوس، لا هو بعت 2000 جنيه. طيب امتى؟ فالمهم حددنا ميعاد مع بعض ان هو هياخد القص يوم ايه. يوم الشحن بقى حصل بقى الايه الحاجه اللي انا كنت متضايق انها حصلت يعني. المهم يشاء القدر ان انا يوم الشحن بدل ما اخد القص من العندي، خدت القص اللي في العندي وحطيته في الكرتونه، وكتبت رقم المستلم بقى على الكرتونه، وخلصت يعني زي ما بشحن لاي حد يعني. ورحت شحنت قبل ما اشحن بيوم كده. فالمهم بعد ما عملت لي الفلوس، يلا يا استاذ محمد انا بسافر مواصلات كتير عشان اروح موقف استلم الحمام، وبصرف حوالي 200 جنيه وبتاع. فانا عشان برضه تبقوا ملمين بالموضوع، فانا حولت له 200 جنيه من ثمن القص عشان مواصلاته كتيره، بما انه هو لسه مبتدئ يعني وصغير في السن وكده، قلت اساعده باي حاجه، فحولت له 200 جنيه مواصلاته. المهم بقى يوم الشحن قلت له ان في قص تاني اللي هو ده بقى، اللي هو القص ده. قلت له في قص مسقط ريش تاخده؟ قال لي اصل موضوع الذكر والانثى ومش عارف ايه، فانا عايز قص يكون اخواتي. قلت له ما تقلقش، طمنته يعني. قلت له انت يعني بالنسبه لك لما تاخد قص واحد وانت يعني لسه مبتدئ وكده، انا هقف جنبك، ولو طلع عندك مثلا ذكرين اخد واحد وابعت لك نتايه ونبدل مع بعض واظبط لك قص يعني. ده عشان برضه تعرفوا انا فضلت ماشي معاه لحد فين يعني. انا طبعا ببيع زغاليل، ماليش دعوه يطلع ذكوره يطلع نوت، انا بدي لك قص طالع مع بعض وماليش دعوه. يعني مثلا ده قص دي قصوص طالعه مع بعضها، بحط كل قص في عين لوحده عشان ما يتوهوش من بعض. اللي عايز قص باخد من العين اديله. طب لو في قصين بعلمهم زي كده ده متعلم اهوت قصوص، متعلم احمر واسود علشان ايه؟ اعرف هما اخوات ولا لا. وماليش دعوه بقى بحاجه، يعني انت خدت قص طلع ذكرين طلع نتايتين، انت ونصيبك وحظك يعني. بس ده بالذات لقيته صغير في السن وشكله لسه مبتدئ وكده، فقلت يعني اشجعه واقف جنبه كده. فالمهم جه بقى على اليوم الموعود اللي هو يوم الشحن. انا حاطط في العين دي حمام ذبيح ومعاهم قص ابيض ذبيح، وهنا الحمام اللي هو المفروض يتشحن له يعني.
يشاء القدر انا جبت الكرتونه، شديت القص الحمام، حطيت في الكرتونه وكتبت ورحت وشحنت ومفيش اي حاجه. فالمهم ايه، بكلمه في التليفون، ايوه انا في الطريق. طيب انا في الموقف، ابعت لك الموقف. ايوه حطيت الحاجه مع الراجل، خدت رقم السواق زي ما كلنا بنعمل كده، خدت رقم الراجل بعته له. المهم ارن عليه ما يردش. شويه لقيت رقم غريب بيرن عليا، فالمهم طلع واحد صاحبه صديقه يعني، قال لي معلش يا استاذ محمد عشان انا تليفوني فصل شحن فبكلمك من رقم واحد صاحبي. وماله يا عم مفيش مشكله. فانا يعني احراجا يعني وحسيت بقى ان انا مفيش هيبقى في تواصل عن طريق صاحبه، قلت لا، بعت له رصيد من معايا عشان نعرف نتواصل ويستلم حاجته النهارده ونطمن عليه وكده زي ما بنعمل مع كل الناس يعني. فحولت له رصيد عشان يكلمني وكده. طيب تمام، بعت الحاجه، مشيت من الموقف، السواق خد رقمه وتواصلوا، المهم خلاص تمام انا مشيت تمام. جه استلم الحاجه ولقيت الوقت طول، يعني المفروض المسافه 2.5 ساعات، فانا بعد 3 ساعات كده برن عليه ما يردش. عايز بقى اطمن، استلم ما استلمش، ايه اللي حصل يعني، الحاجه وصلت تمام، السواق ما راحش، حصل حاجه، فما بيردش. ارن ما يردش، ارن ما يردش. فبعت له على الواتس، يا ابني انت ما بتردش ليه، الحاجه وصلت، ما يردش. طيب تمام. المهم يشاء القدر تاني يوم بقى جاي زي دلوقتي، بريح اكل في الحمام بتاعي عادي مفيش اي حاجه. اتفاجئت لقيت القص اللي المفروض يتشحن قدامي في السلاكه. طبعا الواحد يهرش كده زي اللي هو انضرب على دماغه يعني، ايه ده ما ازاي ما تشحنش، امال انا شاحن ايه؟ على ما الواحد بس ركز شويه لقيت ان في قص ذبيح مصري. ازاي الراجل واخد قص ب 250 جنيه ودافع 1800 جنيه؟ فخلاص بقى قعدت ارن بقى، ارن كام يوم، 3 ايام. ابعت له على الواتس، يا استاذنا الفاضل الحمام اتبدل والحمام اللي جالك مش اللي انت شاريه، وفي كده لبس في الموضوع وفي غلط، يا ريت ترد عليا. بالمنظر ده قد ايه يا جماعه؟ 3 ايام. بصراحه قلقت يعني، انا قلبي اتقبض. انا قلت الشخص ده حصل له حاجه، يعني مثلا استلم الحمام ولا قدر الله حصل له حادثه، لا قدر في حاجه غلط حصلت في الامر. ازاي 3 ايام بعد استلام الحمام ما يردش عليا؟ انا عايز اطمن عليه. ابعت له على الواتس ما يردش، لدرجه انا مش عايز اقول لكم وقت تصوير الفيديو في رسائل الواتس ما اتفتحتش. وهتعرفوا ليه بقى. كل اللي انا بحكي لكم ده يعني سرد القصه، انتوا هتعرفوا ايه الاسباب في الاخر اللي خلت الامر يوصل لكده. المهم ما يردش. في رابع يوم رد عليا، يا ابني انت فين؟ لا معلش في حته كده كمان علشان ابقى بعمل كل اللي عليا وعايز اعرفكم انا عملت ايه برضه. انا اتصلت بالرقم اللي رن عليا يوم الاستلام منه اللي هو بتاع صاحبه، كلمت صاحبه في التليفون، ايوه انت حضرتك كنت مع فلان يوم ما كان رايح يستلم الحمام؟ قال لي اه. قلت له رن عليا من رقمك. قال لي تمام. قلت له هو استلم الحاجه؟ قال لي اه يا عم خد الحاجه وروحنا ومفيش حاجه. قلت له هو كويس؟ قال لي اه كويس. قلت له يا عم انا بقالي 3 ايام برن عليه وببعت له على الواتس ما بيردش، ممكن تبقى تطمني يعني، اتصل بيه او يعرف تواصل معاه باي شكل من الاشكال وطمني. على العموم هو صاحبه برضه ما عبرنيش في حاجه ولا رن عليا ولا طمني ولا اي حاجه يعني. طيب رابع يوم بقى لقيته بيرن عليا، كلمته، ايه يا ابني انت فينك؟ انا بقالي 3 ايام كذا كذا كذا. حكيت له اللي انا بحكيه لكم ده اللي حصل ده. قال لي معلش والله يا استاذ محمد انا تليفوني استلمت الحمام وتليفوني وقع مني جاب شاشه ولسه عامله النهارده ب1500. ده لسانه هو اللي بيقول لي الكلام ده. وكان التليفون شغال ومشحون وبيرن، بس انا لا انا عارف افتح ولا شايف مين اللي بيتصل عليا. طيب يا عم براءه يا عم، بس انت قلقتني عليك والله، ده انا يعني كنت عايز اطمن عليك باي شكل. بعت لك على الواتس والرسائل ما اتفتحتش، كاتب لك رسائل ان القص اللي انت خدته مش هو اللي انت حاجزه. الحمام اللي جالك حمام مصري ثمنه 250 جنيه وانت دافع 1800 جنيه في قص حمام لسه موجود عندي ما جاش يعني. قال لي والله انا قلت برضه في حاجه غلط، انا برضه قلت كده الحمام بدون دبل وانت مصور الحمام بدبل. قلت له لا هو حصل لبس وفي الحمام اتبدل مع بعضه وايه، والحمام بتاعك عندي، شوف اي يوم عايزني ابعته لك فابعته لك. فهو قال لي طب والقص اللي عندي؟ قلت له يا عم ده قص ذبيح ب 250 جنيه مش حاجه يعني،
منين ما تيجي تستلم الحمام بتاعك ابقى ابعتهولي. تمام. قال لي لا يا باشا، ما انا قايل لك ان انا بركب مواصلات كتيره وبقى 200 جنيه وكلام من ده. المهم قلت له يا عم، قال لي ايه؟ قلت له انت عايز ايه يعني؟ قال لي انا هاخد الايه؟ القص ده. قلت له يا عم حلال عليك، الموضوع مش حاجه يعني. تمام. اللي هو القص ابو 250 جنيه ده ابعت له القص ده، والتاني يا عم حلال عليه ما فيش مشكله يعني، عشان برضه هيركب مواصلات تانيه وغاليه وكلام من ده. طيب ما فيش حاجه، اهو احنا متفقين ومخلصين ومظبطين كل حاجه، ما فيش بينا اي مشاكل. فالمهم في سياق الموضوع، تاني يوم لما انا كنت برن عليه كتير كده ومش عارف اوصل له، كلمني واحد صديق ليا في نفس الوقت ده. تاني يوم بقى تواصل معايا صديق يعني شخصي بالليل كده، فبيطمن عليا وحكيت له الوضع. قلت له والله في واحد استلم مني حمام وحصل كذا 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 ومش عارف اوصل له، وانا خايف يكون عمل حادثه او راح مستشفى او حصل له امر وحش يعني، وانا قلقان ومش عارف اعمل ايه وكده. وهو بقى قعد يسالني وايه اللي حصل، وقلت له حكيت له الموضوع كله يعني. ده شوفوا اراده ربنا والقدر. الشخص اللي انا حكيت له ده يجي بقى بعد ما خلصت مع المشتري وخلصنا كل حاجه واتفقنا على كل حاجه لمده 4-5 ايام اهو خلصين وزي الفل ومفيش بينا اي مشكله اهو. يشاء القدر ابص الاقي صاحبي ده في سادس يوم، اسبوع بقى سادس يوم، بيكلمني صاحبي اللي كان بيكلمني تاني يوم الحمام ما وصل وحكيت له على القصه. لقيته بيكلمني يا ابو صدام، قلت له مرني. قال لي في مشكله كده حصلت وفي حد بيقول عليك انت نصبت عليه. فقلت له تمام، مين؟ فقال لي حد من محافظه كذا واللي كلمني فلان الفلاني. قلت له ده فلان ده اللي انا كنت من سنه او اكتر وكده. قال لي ده بيقول ان انت ضحكت على واحد جاره وصورت له حمام وبعت له حمام تاني. قلت له ما هو ده الشخص اللي انا قال لي ما انا عارف. قال لي ده انا بقول لك على اللي حصل معايا دلوقتي حالا، هو لسه قافل معايا التليفون بقول لك بيقول لي كذا كذا كذا. فقلت له طب ايه يعني؟ الا مش فاهم ايه اللي حصل، ما انت عارف. قال لي ايوه ما انا عارف، ما انا رديت قبل ما ارجع لك اصلا، انا رديت وقلت له لا ده حصل كذا 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 وحصل كذا 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 حصل كذا كذا كذا. طيب قلت له طب العمل يعني اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم. قال لي يا باشا ده حوار معمول عليك وحله يعني، انا متدخل احل بينكم يعني. انت لولا انت حكي لي الموضوع كان في حصل مشكله اصلا، لولا انت حكي لي. عشان كده بقول لكم قدرا ومن عند ربنا الشخص اللي اتصل بيا في اليوم ده بالليل تاني يوم المشكله يعني ان انا كنت قلقان فيه، وحكيت له على قلقي على الشخص اللي استلم الحمام ان انا مش عارف اوصله. فهو رد غيبتي ورد بالنيابه عني وقال لهم اللي عند ابو صدام عندي، اي حاجه طرف ابو صدام انا مسؤول عنها من رقبتي، وطبعا ده على راسي من فوق طبعا. فالمهم قلت له يا عم حل زي ما تحل وانا معاك يعني، اللي انت تخرم فيه خرم فيه يعني، عايز اللي انت عايزه احكم وانا معاك. بما انك بقى انت سامع مني اصلا مسبقا، ما كنتش مرتب كلامي ولا حاجه، انت سامع مني مسبقا وانت سمعت من الطرف الاخر وانت عارف اللي حصل اصلا في السنه اللي فاتت، فانت احكم بينا وانا معاك في اللي انت تحكم. فالمهم اتناقشنا بقى في حته دي اللي خلتني اعمل الفيديو. قال لي طب دلوقتي احنا لو بعتنا لهم الحمام، احنا كان في مشكله من سنه بسبب الحمام ده، فانت دلوقتي هتمكن حد من حمامك، حد ما بيحبكش، وهتمكنه من السلاله ديت، وهيرجع يعمل بيها حوار تاني بعد فتره، والحوار هيبقى معاك وممكن معايا وممكن مع ناس كتيره. فالافضل اتناقشنا في الموضوع وقال لي الافضل احنا نرجع لهم الفلوس وخلي حمامك عندك، ما تبعتلوش حمام، لان الحمام ده ممكن الدبل تتقص ويقول لك سلالته الخاصه، زي ما في ناس النهارده كتير بتقول كده، بتقول ان هو سلالته الخاصه، مع ان هو لحم فرنساوي وسلالتك الخاصه منين الله اعلم يعني. المهم هو بقى اتصل بالشخص وحكم، قال له عايز ترجع له القصه ب 250 جنيه الذبيح، ده حاجه من ذوقك يعني يا ابو صدام، مش هتكلم في تفاهات، القص بتاعك خلاص مفيش حمام وانت ليك فلوس. فيشاء القدر برضو ان الاثنين اللي زائق والمزقوق يختلفوا على 200 جنيه اللي انا حولتهم للراجل مواصلاته، لان طبعا هو كان بعته زقوا عليا عشان ياخد السلاله مني ويعمل عليا حوار.
فهو ما قالوش ان انا حولت له 200 جنيه، لما قال لي مواصلات ومش مواصلات حولت له 200، فما قالش للشخص على ال 200 جنيه دول. ففي الاتفاقات وهو بيقول له ابو صدام هيرجع لك الفلوس، فقال له خلاص ماشي انا بقى بس انا عايز الحمام ده، احنا حاجزين بقى لنا شهرين واحنا عايزين الحمام مش عايزين فلوس. قال له لا مفيش حمام، انتوا لكم فلوس. فقال له خلاص ماشي بعت له رقم وقال له خليه يحول لي 2000 جنيه على الرقم ده. فقال له لا ده هم 1800. فقال له ليه يا عم والله 2000؟ قال له لا ما هو صاحبك لو سالته هيقول لك ان ابو صدام مرجع له 200 جنيه مواصلاته يعني، عشان كان صغير ومبتدئ وكان بيحاول يشجعه يعني. لا والله ما قال لي وما قاليش وكلام من ده. في الاخر قال له طب اقفل. اتصل بصاحبه، ايوه معلش انا كنت نسيت ان هو رجع لي 200 جنيه. المهم حولت لهم ال 1800 جنيه والراجل حكم عليا قال لي يا عم انا قلت لهم سبتها في ملعبهم يعني، قلت لهم ده حاجه من ذوقيه منكم يعني، يا تبعتوا القص يا فلوسه يا تاخدوا لكم يعني. ابو صدام مش هتكلم معاه مش هتكلم في الموضوع ده. فهم لا بعتوا فلوس ولا بعتوا القص، هم خدوا القص وانا مش زعلان وحلال عليهم وانا مسامح يعني. بس انا حبيت احكي لكم الموقف ككل يعني. تخيلوا واحد يزق عليك حد ياخد حمام علشان يوقعك في غلط معين او يعمل عليك حوار معين، ويجي ربنا اللي يخلصك منه. يعني سبحان الله، انا كنت زعلان جدا في اليوم اللي انا اكتشفت ان انا بدلت القص، ولما عرفت الموضوع انا فرحت ان ربنا خلاني غيرت القص سبحان الله، عشان مش عايز السلاله توصل لفلان ده. ليه؟ في ناس كتير عايزه حمام من ده، بس اغلبهم يا تجار يا ناس بتبيع حمام موبال وعايزين يعني يعملوا حاجه معينه، يا اما ناس مشهوره برضو وعايزين يصوروا حاجه معينه ويبيعوا للناس حاجه معينه. فانا يعني بحاول بقدر الامكان اجتهد ان انا ما امسكش السلاله ديت لاحد المشهورين او لاحد الناس اللي بتبيعوا هبال او كده يعني. فالمهم شفتوا بقى القدر، عشان كده بقول لكم ويمكرون ويمكر الله. الراجل قاعد عامل خطه فعلا محكمه. هو لو كان خد الحمام بتاعي وصوره وقال ده سلالتي الخاصه، والناس اللي بتقول عندها مستورد انا عندي سلاله احسن من المستورد وعندي حمام صدر مزدوج وعندي مش عارف ايه، طب ما احنا كنا هنصدقه، وانا كنت واحد من الناس هصدق يعني. حمام بدون دبل وحمام فيه عضله الصدر وحمام زي نفس مواصفات الحمام الشركه بالظبط. طب الراجل ده جابه منين؟ عمل سلالته الخاصه اكيد هجن بقى ويقعد بقى يطلع بقى يقول لنا فيديوهات انا هجنت حمامه ايه على حمامه ايه ويطلع يعمل لنا حوار، وهو اصلا الحمام الشركه الفرنسيه. فشاء القدر يعني ان الامر ده كله يحصل والله، وانا يعني فرحت جدا الامر ده. طب اكتشفنا الامر ازاي بقى؟ استعجال الخطه يعني. شهرين فضل صابر وجه عند اخر حته في الخطه باظت عشان استعجاله، وراح بقى كلم واحد وقال له صاحبك نصاب وصاحبك صور حمل واحد وبعت له حمام تاني وكده يعني. الاستعجال ده الحمد لله انه حصل. ليه؟ عشان انا اكتشف الامر كله ونعرف ايه الموضوع، لان الحمام ده فعلا السلاله دي لو كانت وسط الشخص ده بالذات كان هيحصل مشاكل كتيره مع الناس وبعضها. فالحمد لله انا بحمد ربنا والله جدا ان الامر ده حصل. بس حبيت اعرفكم، تخيلوا واحد يقعد يمكر ويعمل خطه ويرسم علشان يقول على واحد انه وحش، فالله المستعان يعني. والشخص التاني ده اللي تابعه بقى اللي هو الصغير اللي انا كنت عمال بحاول احببه في المجال واحاول يعني نظهر مربين الحمد بصوره جيده عشان احببه في الغيه ويربي وواقف جنبه وكده، يكون هو اصلا في الاصل مزقوق عليا. فطول ما احنا ماشيين يا باشا دغري، طول ما احنا ماشيين دغري محدش يخاف من حاجه، وربنا في ظهر الناس طول ما هي ماشيه بما يرضي الله، محدش يقلق من حد ومحدش يخاف من حاجه. وفي الاخر ربك اللي بيدبر وربك اللي بيقدر، ومحدش هيقدر يأذي حد في حاجه طول ما ربنا ما اذنش. وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.